السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا عليكم يا شباب. اليوم معنا خلطة اسمها خلطة عود الشيوخ. خلطة عود الشيوخ يعني عودة فاخر من الآخر، يعني خلطة عود فاخر من الآخر. وندي لكم الآن الخلطة، مش نطول عليكم بالفيديو. واحب اوصل معلومه يعني للي يدخل لي بالتعليقات، لانه احيانا والله انشغل، واكثر عملي كله احيانا في الواتساب، وخدمه العملاء كمان برضو هناك في الواتساب. والواتساب حقي للاستفسار موجود في اي وقت، ونخدمكم في اي وقت. نبدا بالخلطه. هذا عود اسمه عود راقي، يعني حاجه روعه. يعني في منهم يقول لك انا العوده حق العجيز. لا، هذه العودة في علم النفس ايش؟ في علم النفس تدي السكينة، ما تكونش عودة من النوع القارح اللي تزعج الناس اللي حواليك. هذه العودة تدي السكينة. هذه العودة تدي السكينة لما يشمها تدي السكينة. طيب هذا العود نوع، وهذا كمان اسمه مبخر أخضرين، مبخر عدني. على فكرة لي أنا في الشغلة 14 سنة ونص، يعني من ما عاد أنا صغير. أول كذا ما بديت أشب، والحمد لله ربي مكنني من الرائحة، اللهم الحمد والشكر. يعني المادح نفسه كذاب، بس الحمد لله أنا من صغري وأنا عاشق العطور يعني. وكما تشوفوا الفيديوهات السابقة حقي، إن أنا يعني لو قطعت وريد أو شريان يمكن إنك معي يخرج دم، يخرج عطر. يعني من مجرد شم العطر هذا ما بقدرش ان انا اوصفه لكم كيف ريحته. هذا اسمه اخضرين مبخر، وهذا مش نطلش عليكم بالكلام اسمه خالص عودي. فالخلطة اثنين، خلطة الشيوخ، خلطة الشيوخ او عود الشيوخ. هذه الخلطة نسوي منها بخاخ بالشكل هذا صغير، او بالشكل هذا كبير. باختصار شديد يعني لما نسوي منه في ناس عندهم عارفين، يعني ما فيش كل شيء عندهم واضح مثل عين الشمس. ما فيش داعي ان احنا نخبيه او ان احنا كذا. العطور دائما ضروري ان تكون من شركه اصلي. بس كوني انا باليمن، الشركه المتميزه اللي هنا موجوده باليمن الشتوي، او شرفان بانافع اذا كانت متواجده. يعني هذا من العطور الزيتيه، هم ضروري انها العطور الزيتيه هذه نكون من الدرجه الاولى. ف الإضافيات الذي بيقول لي الإضافيات هي عبارة عن مثبتات كماليات، مثل الكماليات الذي بداخل أي طبخة، مثل طبخة البخور، مثل كذا. يعني باختصار شديد هذه الخلطة عود الشيوخ، هذا أخضرين مبخر عدني، وهذا خالص عودي. في ناس كثير يعرفونه. فاللي يقول لي المقادير نحن نقدر نفعل خالص عودي 20 ملي، خالص عودي 20 ملي، و10 ملي أخضرين مبخر عدني من صانع العطور للعود البخور. يعني باختصار شديد أحب أن أنا بالفيديو هذا كمان أقدم احترامي للمتابعين والمشاهدين كافة. أنا محمد، صانع العطور للعود البخور في الشغلة 14 سنة ونص. فأحاول أحاول أقدم يعني نفسي للمشاهدين الذي في السعودية، في دبي، في البحرين، في الإمارات، في أي دولة عربية، في أي دولة عربية، إنه إذا كان في شخص يحب يستثمر يفتح محل عطور، أنا وعد بالله من كلمة أنا خبير في العطور الزيتية والروائح، الحمد لله بشكل غير عادي. يعني اللي يحب يستثمر يفتح له محل، نحن تحت الخدمة. يمكن انك تستفيد بخبراتي، ويمكن ان انا استفيد منك بحيث ان انا بشتغل عندك. فالفيديو هذا انا قدمته لاجل انه الذي بيشاهد هذا الفيديو
ويحب إنه يستثمر، نحن تحت الخدمة. وإن شاء الله أنكم إننا أكون قد حسن ظنكم، وتكون يعني علاقة عملية روحانية، أنت تستفيد وأنا أستفيد. ولأنه يعني أشوف أنا يعني أتمني إن أنا أتطور في شغلتي يعني لدرجة ما تصورش، لأنه حبي وعشقي للعطور أنا بشكل غير عادي يعني، والمادح نفسه كذاب. حبي وعشقي للعود والعطور والبخور، كمان نصلح بخور أحيطكم علما يعني، حتى إذا كان أدائي مش إنه تمام أو كذا، بس هذا البخور كله من تصليحي. على فكرة البخور العدني الأصيل، الحجم الكبير الحجم الصغير، يعني بخور يا سلام بالشكل هذا، ما يحتاجش وصف كذا. بس أنا حبيت إن أنا أعمل الفيديو هذا باختصار شديد، وأتمنى إنه إذا كان هناك شخص ابن حلال يسمع الفيديو حقي هذا في أي دولة خليجية عربية، أخوكم محمد علي صانع العطور والعود والبخور. يعني نحب إن إحنا إذا كان في شخص مستثمر إن شاء الله إننا أكون قد حسن ظنه، وهذا كله من تصليحي. وكمان أحيطكم علما يعني هذا البخور العدني الأصيل، البخور العدني الأصيل هذا مشهور يعني، أبيع منه أنا حاليا وأنا في اليمن، أبيع منه والله للسعودية. طيب كملنا الموضوع بحيث الخبرة وكذا وكذا، وكم لي بالخبرة وكم لي في الشغلة، وأحيطكم علما إني أستطيع كمان يعني تطوير الشغلة هذه بشكل غير عادي، لكن المادة ما تسمحش. تمام. وظروف اليمن كل الناس عارفين فيه به، والحمد لله عايشين ومقتدرين بنعمة الله، والحمد لله العافية موجود، كل شيء موجود. لكن أحب أحيطكم علما إنه كمان أستطيع تصليح البخور الجيزاني، البخور الجيزاني الذي مجموع من لبان ذكر، من مستكى، من بخور قاوي، من عود أصلي، من مجموع عطور عود، من يعني تشكيلة عطور كذا، خلطة عطور يعني. الحمد لله متمكن بالشغلة. والبخور برضو العماني يعني الحمد لله. فهذا الفيديو والله سويته كذا بكامل قناعتي وبكامل وعي وبكامل حواسي، حتى إذا كان أدائي مش تمام أو إذا كان مش مرتب، فهذا ما عندي وهذا ما أريد أقوله. والذي يحب يستثمر أو يفتح محل في أي دولة من دول الخليج، السعودية، الإمارات، العمان، الأردن، الكويت، يعني أي دولة، أي شخص يتابع هذا الفيديو، أخوكم محمد علي من اليمن، أتمنى وأقدم شكري واعتذاري لكل شخص يعني ما أقدرش إن أنا أتكلم معه بالتعليقات أو كذا بسبب الانشغال. والذي يريد يتواصل معي أنا بحط رقمي على الوصف، واللي يريد يستفسر والذي يريد يتعلم نحن تحت الخدمة في أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.